يلجؤون لمثل هذا الزواج، لأنه هو زواج قضاء الوطر وقضاء شهوة وغير ذلك. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى ما شرع الزواج إلا لثلاث أساسات. الأساس الأول السكن، المودة، الرحمة، هذه الأساسات. أما الزواج الآن طلعت هناك زواجات كثيرة. زواج الدم. شنو زواج الدم؟ زواج الدم يعني هو يجرح نفسه بأي عضو وهي تجرح نفسها، فيحطون جرح على الجرح يختلط الدم، اصبح هذا عقد زواج. انا اقول لك صحيح هذا يوجد في بعض الدول. خو الزواج هذا ترى. طيب زواج الوشم، يذهبون الى مكتب يعمل وشم، فهي تعمل وشم باسمه وهو يعمل وشم باسمها، اصبح زواج. هذا عنده طبعا غير صحيح. هناك زواج الكست، ياتون بالكست. الكست هي تسجل صوتها، مثلا الكست في طرفين A و B، فيسجل صوتها ان انا زوجتك نفسي كذا، وهو في الطرف الثاني يقول قبلت الزواج بك، وعندهم هذا الكست عقد زواج. زواج احمر الشفاه او الشفاه، يعني تحط الحمرة مثلا في مكان يكون الزوج والزوجه يتقبلون بعض ما حد يشوفه، اصبح هذا عقد زواج. هناك زواج الطوابع، ياخذ طابع ويلزقها على جبهته، وبعدين ينزع الطابع ويعطيها اياه، وهي كذلك نفس الشيء تلزق على جبهته. زواج الطابع. زين شنو الزواج العرفي اللي قاعد نسمع فيه هذا؟ العرفي؟ إيه؟ شوف قانونا ماكو شيء اسمه زواج عرفي. كل الزواج الاول هو ما تعارف عليه المجتمع، اما الان في مسمى زواج عرفي في المحاكم ما في. لكن الزواج الان اللي الزوجه تتزوج حتى ما تفقد راتبها من التامينات او من الشؤون، فتلجأ إلى الزواج اللي هو بدون إيش؟ بدون توثيق في المحاكم، بدون توثيق، فتزوج نفسها أو يعني حتى لو يزوجها وليها. وهذا في المحاكم يعتبر جريمة، إلا في حالة واحدة، إذا زوجها وليها يزوجها وبورقة وكذا وكذا وكذا، هذا ما تعترف في المحاكم. لكن لو حصل حمل أو ذهبت إلى المحاكم وقالت والله أنا تزوجت فلان بموجب ولي وشهود، وهذا العقد أو الورقة هذه، ممكن القاضي يوثق هذا الزواج، يوثق الزواج، خاصة إذا حصل حمل مع العقوبة، لأنهم إيش؟ خالفوا قانون الدولة بعدم توثيق الزواج. هذا يمكن في زواجات قبل الإسلام. كان في زواج اسمه زواج السر، لما يتزوج واحد من أشراف البلد، يتزوج واحدة من عائلة متواضعة، فيتزوجها بالسر، فإذا أحملت خلاص اعترف بحمله واعترف. في زواج في